أهلا بيكم في حلقة مميزة من قناة تحليلك كان إيه بعنوان البوتاسيوم من الجسم للمعمل. وقبل ما نتكلم في الحلقة، لو أنت مش مشترك في القناة اعمل سبسكرايب. يلا نبدأ الحلقة. إيه هو عنصر البوتاسيوم؟ عنصر البوتاسيوم بالنسبة لجسم الإنسان هو أشهر أيون موجب موجود داخل الخلايا، بيسمى intracellular cation. البوتاسيوم موجود في الدم وتركيزه في السيرم أعلى من تركيزه في البلازما بقيمة 5 من 10 ملي إكويفالنت بير لتر. ودي حتة مش بناخد بالنا منها في المعمل، لأننا ساعات بنفتكر إن في تحاليل كتير ينفع نشتغلها من البلازما زي ما بنشتغلها من السيرم. البوتاسيوم عندي في الجسم موجود في مكانين. أول مكان وهو داخل الخلايا، يعني انتيرا سيلولر، وده بنسبة 98% من كل البوتاسيوم اللي موجود في جسم الإنسان يعتبر داخل الخلايا. يا إما خارج الخلايا يعني اكسترا سيلولر، وده بنسبة 2% من كل البوتاسيوم اللي موجود في الجسم، وده بيمثل طبعا الدم. وده بيأكد لك إن تركيز البوتاسيوم داخل الخلايا أعلى بكتير من خارج الخلايا. ولأن أنت بتاخد البوتاسيوم من الأكل، فممكن تاخد البوتاسيوم بكمية أعلى من الطبيعي، فبالتالي جسمك عايز يحافظ على مستوى البوتاسيوم في الرينج الطبيعي بتاعه، فممكن يتخلص من الزيادة دي عن طريق إن هو يعمل إخراج للبوتاسيوم في البراز والبول. بيتم إخراج 90% من البوتاسيوم في البول، و10% من البوتاسيوم عن طريق البراز. طب ايه بيحصل في تنظيم مستوى البوتاسيوم داخل جسم الإنسان؟ مستوى البوتاسيوم داخل جسم الإنسان ماشي بنظام محكم داخل الخلايا وخارج الخلايا. ده لأن مستوى البوتاسيوم داخل الخلايا بتركيز معين، وخارج الخلايا بتركيز معين، وما ينفعش يحصل أي لخبطة بين الاتنين، وأي تغيرات هنا ممكن تسبب الوفاة عادي جدا. فتخيل معايا ان دي الخلية بتاعتنا، وان مستوى البوتاسيوم داخل الخلايا بيشار اليه ب كي انتيرا سيلولر، ومستوى البوتاسيوم خارج الخلايا بيشار اليه ب كي اكسترا سيلولر. وبسبب كده بيطلع نسبة اسمها كي اي الى كي اي. النسبة دي هي اللي الجسم بيشوفها كتغيرات في مستوى البوتاسيوم، وهي اللي بيستجيب لها الخلايا بتاعة جسم الإنسان، باعتبار إن كل الخلايا اللي في جسم الإنسان بتتأثر بمستوى البوتاسيوم. وعشان كده في عوامل كتير بتشارك في تنظيم مستوى البوتاسيوم داخل الجسم. زي العوامل دي عضو الكلى، وهرمون الأنسولين، وهرمونات الكاتيكولامينز، والبلازما اوزمولاليتي، والأسيد بيز ستيتس. فأي خلل في العوامل دي بيترتب عليه إن يحصل خلل برضه في مستوى البوتاسيوم. العوامل اللي بتنظم مستوى البوتاسيوم بتعمل ده ازاي؟ على سبيل المثال، في عوامل بتخلي البوتاسيوم يعمل شيفت من خارج الخلية اللي هو مكان الدم يعني لداخل الخلية. يعني انت تخيل معايا ان احنا عندنا بوتاسيوم موجود في الدم، ففي عوامل بتيجي تاخد البوتاسيوم اللي في الدم تروح مدخلاه للخلية. يعني العوامل دي بتقلل من مستوى البوتاسيوم في الدم. أولهم هرمون الأنسولين. أصلا إفراز هرمون الأنسولين بيتم تحفيزه لما مستوى البوتاسيوم يزيد في الدم عن المستوى الطبيعي، وده بغرض إن هرمون الأنسولين هنا هيزيد علشان يدخل البوتاسيوم للخلايا، لأن زيادة مستوى البوتاسيوم في الدم عن الطبيعي حاجة مش طبيعية. فده كده ميكانيزم طبيعي. لكن المشكلة بتحصل لو شخص اتعرض لجرعات أعلى من الطبيعي من الأنسولين، وقتها بيتعرض لخطر إن مستوى البوتاسيوم يقل عن الطبيعي. تاني حاجة وهي هرمون الألدوستيرون. نفس الفكرة برضو، إن هرمون الألدوستيرون بيتم إفرازه لما مستوى البوتاسيوم يكون عالي في الدم، بغرض إن هو ينظمه
ويرجعه للمستوى الطبيعي بتاعه، وده برضو ميكانيزم طبيعي. الخلل في مستوى الأسيد بيز بالانس اللي هو قيمة البي اتش بيأثر على مستوى البوتاسيوم في الدم، وده عن طريق إن بيحصل تبادل لأيونات الهيدروجين مع أيونات البوتاسيوم في غشاء الخلية، وده كده هيدخلنا في الحالة الثالثة من العوامل اللي بتأثر على مستوى البوتاسيوم في الدم، وهي حالة الألكيليميا. والحالة دي معناها زيادة في مستوى البي اتش بتاعة الدم عن الطبيعي، وبرضه بيكون معناها انخفاض في تركيز أيونات الهيدروجين. فبينتج عنه هنا إن أيونات الهيدروجين بيحصل لها تبادل مع أيونات البوتاسيوم، فأيونات الهيدروجين بتطلع خارج الخلية وأيونات البوتاسيوم بتدخل داخل الخلية، فينتج عن الحركة دي إن البوتاسيوم بيقل مستواه في الدم عن المستوى الطبيعي. فكده لو جه معاك في المعمل في تقرير ال ABG إن قيمة ال BH أعلى من الطبيعي اللي هي حالة الألكيليميا، فاعرف ان مستوى البوتاسيوم هو كمان بنسبة كبيرة هيطلع اقل من الطبيعي. في عوامل بتخلي البوتاسيوم يعمل شيفت من داخل الخلية لخارج الخلية، يعني هنا بقى العكس، العوامل دي بتخلي البوتاسيوم يطلع من داخل الخلية للدم، فبالتالي العوامل دي بتحفز زيادة مستوى البوتاسيوم. أولهم الزيادة في الأوزمولاليتي، وده عن طريق إن الزيادة هنا هتخلي المية تعمل شيفت لخارج الخلية وتطلع تروح للدم، وهي طالعة هتسحب معاها أيونات البوتاسيوم، فكده هيحصل زيادة للبوتاسيوم في الدم عن المستوى الطبيعي. تاني حاجة وهي الأسيديميا، ودي معناها انخفاض في مستوى البي اتش بتاعة الدم، ودي معناها برضو زيادة في تركيز أيونات الهيدروجين، وبرضو هيحصل تبادل بين أيونات البوتاسيوم مع أيونات الهيدروجين، ولكن هنا العكس، لأن أيونات البوتاسيوم هي اللي هتطلع خارج الخلية، فبالتالي هينتج عنه ارتفاع في مستوى البوتاسيوم في الدم عن المستوى الطبيعي. ودي كده حالة ان انت لو شفت في تقرير ال ABG أسيديميا، فاعرف ان بنسبة كبيرة مستوى البوتاسيوم هيبقى أعلى من الطبيعي. البوتاسيوم في المعمل، علشان تقيم مستوى البوتاسيوم للمريض بيتم عن طريق تحليل السيرم بوتاسيوم ليفل، وانا هنا بقول لك سيرم لان في فرق بين السيرم بوتاسيوم ليفل والبلازما بوتاسيوم ليفل. والنورمال رينج بتاع البوتاسيوم بيكون من 3.5 ل 5.5 ملي اكويفالنت بير لتر. ونخلي بالنا ان مستوى السيرم بوتاسيوم ليفل اللي انت بتحلله مش هيعكس لك المستوى البوتاسيوم الكلي في جسم الانسان، لان احنا هنا بنقيم مستوى البوتاسيوم في الاكسترا سيلولار مش في كل الجسم. فيهم شوية ملاحظات بتأثر على مستوى البوتاسيوم داخل المعمل، مهم ان انت تحطها في اعتبارك. اول حاجة الهيموليسيس بكل درجاته بيزود من مستوى البوتاسيوم زيادة كاذبة. تاني حاجة ربط التورنيكيه بقوة بيتزود من مستوى البوتاسيوم زيادة كاذبة. تالت حاجة وهي حركة الدراع اللي المريض بيعملها كتمارين علشان يظهر الوريد قبل عملية سحب الدم، دي بتزود البوتاسيوم زيادة كاذبة. مستوى البوتاسيوم الغير طبيعي، أول حاجة وهي حالة الهايبوكليميا، ودي معناها انخفاض مستوى البوتاسيوم عن المستوى الطبيعي، وبتشوفها لما تلاقي السيرم بوتاسيوم أقل من 3.5 ملي equivalent بير لتر، وده ممكن يكون سببه سوء تغذية أو زيادة مستوى الأنسولين، شخص أخد جرعات من الأنسولين كتير، أو حالة الألكيليميا، أو ارتفاع في هرمون الألدوستيرون. تاني حالة وهي الهايبركليميا،
ودي معناها ارتفاع في مستوى البوتاسيوم في الدم عن المستوى الطبيعي. ودي بتشوفها لما تلاقي سيرم بوتاسيوم أعلى من 5.5 ملي إكويفالنت بير لتر. وده ممكن يكون سببه حالة الأسيديميا أو زيادة في الأوزمولاليتي أو حالات الفشل الكلوي. نخلي بالنا إن الزيادة في المستوى البوتاسيوم دي حالة خطر ولازم تتعالج على طول، ما تتسابش. ولو مستوى البوتاسيوم عدى 6.5 ملي إكويفالنت بير لتر، دي تعتبر حالة محتاجة طوارئ. وكده تبقى الحلقة بتاعتنا انتهت. ولو انت مش متابعنا على الفيسبوك هتلاقينا باسم يور ميديكال تيست، ولو مش متابعنا على الانستجرام هتلاقينا باسم يور ميديكال تيست، ولو مش متابعنا على اليوتيوب هتلاقينا باسم يور ميديكال تيست.